إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. و حدیثه دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر کتد بجدن وقتی هوا گل مؤذنی بو یه بانگ گدتن کانه او چد بجدن هینجی جاباوی بدن وکی بی بجن. وقتی او بجد الله اکبر الله اکبر تجی ده جاباوی ده دی فیرا دی بجی الله اکبر الله اکبر حتی بانک خلاص بتن. و پشتی بانک خلاص بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم بجدن صلوات ابدا سر من. جوی حدیث تتزانین کو ایک شوان جهد گلک بخیر کو انسان صلوات ابدا سر پیغمبری صلی الله علیه و سلم پشتی مروفش جابا بانگی خلاص بدن مروف صلوات ابدا سر پیغمبری صلی الله علیه و سلم. هر حوصا جوان جهد گلک بخیر کو انسان صلوات ابدت سر پیغمبری صلی الله علیه و سلم اویا نویجه دا مروف صلوات ابدت سر پیغمبری صلی الله علیه و سلم تحیات دا پشتی مروف تحیات خو خلاص بدن ده دست بکتن ده صلاة ابراهیمیه بیجت و خوینتن. فعن ابي مسعود عقبة بن عمرو قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده. صحابيك روايات كانت بجدا أم المجلس پیغمبری صلى الله عليه وسلم اترينشتيبوين ظلامك هات شو برسنگ پیغمبری صلى الله عليه وسلم حتى رينشتيا خاره. فقال: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليه. أبي مروي قلت پیغمبر يا رسول الله، يا صلاة امزانين دي چوا صلاة كينته، بس ام چوا وقتی ام نویجا خود کین ام دی چوا صلوات دین سرده. قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم
حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله. ودي پیغمبری صلی الله علیه و سلم ما و خو بدن که رو جاباوی مرووی ندا و ما بدن حتی ما گوتی خوزی وی مرووی اف بسیارش پیغمبری نکر با چونکو یا معلوم بو لنک صحابه کو گلک بسیار کرن نهیا جهاتیه کرن پیغمبری صلی الله علیه و سلم نهی کربو کو گلک بسیاران نکن دیف شولانه چن و شنده جی ترسیان وقتی ایک آهوسات بسیاره که بکتن تشتکی دی شنی وجا زیده ببتن فرض ببتل سر بسرمانا باره و گران تر لیبت جوه چنده جی ترسیان جبر هنده و صحابه گوت خوزی وی مرووی اب بسیارش پیغمبری نکر با وقتی پیغمبر مای او جاباوی ندای فقال اینا پیغمبری صلی الله علیه و سلم پشتی هنگه جاباوی مرووی دا اذا انتم صلیتم علی فقولوا اللهم صل على محمد النبی الامی. پیغمبری صلی الله علیه و سلم گوتی وقتی هین نویجه دا تحیات دا ده صلوات دا نسر من هاوه بیجن اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وطبعا هذه روايته هذه حديثه جالك الفاظ دجيت بهاتين وهر اشماب شكلك شدتن يا بخط وقتي داش بركري هميجي روايات صحيحا ودرستن وهمي الفاظ جي نيزيكي ايكن هر دلالة الدنسر اوه چنده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هرهصة حديثة قديدة اش پیغمبری صلی الله علیه و سلم یا هاتی روایت کرن و نقل کرن پیغمبر صلی الله علیه و سلم بجت وقتی ای که شوا اش تحیات اخو خلاص بو شهددانه بلا پشتی هنگه صلوات ابدت اثر من بجد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وحتى دومايك. هرهوصا جوان جهد جلك خير كو انسان بخو صلوات ابدت اثر پیغمبری صلى الله عليه وسلم وتحديث هذا پیغمبری بو مديار كري اف چندها روجا خطبه بردوام ادوه روجه دا هندیش خدانی بیدن صلوات السر ازمانوی بن و صلوات ابدت اثر پیغمبری صلی الله علیه و سلم ات روجا خطبه دا اف ذکرهنه جلك بخيره. فعن أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث دامر کرد بجدن شروجت هوا یج همیاب خیرترت اسبوع داد اینیه دا روجا خطبه فيه خلق آدم عليه السلام. ادوه روجه دا آدم يهات يتشهكرن رب العالمين ات روجا خطبه دا آدم داي وفيه قبضه ات روجا خطبه دا آدم يه امر خده كليجي يمري وفيه النفخة وفيه الصعقة و دوی روژه دا او ملائکت رب العالمین تکلیف کری پف کته وی شاخی ده پف کته و توی گاوه دا هندی بشرک ما بتر سری عردیج بر دنگ اوه بوقاها وی شاخه ها همی ده کفنو ده امر خوده کن
فأكثروا علي من الصلاة. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بجت دویر روجه جلك صلوات بدنا سرمن فإن صلاتكم معروضة علي. صلوات هوا السرمن تينا عرض كرن ملائكة دينن ایک کانه ویرو جدا که صلوات داین سر پیغمبری ناو و نیشان و چند جا صلوات داینه. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت. صحابه قلنا يا رسول الله چواد صلوات مال سرتين عرض كرنت قبري دا و توي الرزي أي يقولون قد بليت. قال إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. پیغمبری صلی الله علیه و سلم گوته رب العالمینی یا حرام کریل سر آخا عردی کلخ پیغمبر بخوتن و رزیمت. هر حوصا جوان جهد گلک بخیر مروف صلوات بدت سر پیغمبری وقت مروف به خود حاوت از جور و تیتت مزگفته و وقت مروف به خود حاوتش مزگفته درد کبد جی ادوان هر دو حالت آجیدا گلک اب خیره مروف صلوات بدت سر پیغمبری صلی الله علیه و سلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم في حدیث دا امر کردن بجتن اگر ایکش هوا چوت مزگفته و بلا صلاف کت سر پیغمبری و بلا و دعاها بخوبی کت اللهم افتح لی ابواب رحمتک. وقتی ایکش هواش مزگفته درد کفت جی بلا صلاف کت سر پیغمبری و بلا و دعاها بخوب کت پشتینگه اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمد. وإذا خرج قال بسم الله اللهم صل على محمد. ارهوصا حديث كديدا پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا جهات نقل كرن عادتی و به وقت چوت مزگفته و دانا خدا این تو بیشتن اللهم صل على محمد. وقتش مزگفته درد کرد جی دانا خدا این تو بیشت بسم الله و دیف را بیشت اللهم صل على محمد. وعن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل اللهم إني أسألك من فضلك. حديثك قد جدا وارد بوي هرش أذكارت هاد ناجور و یا مزگفته وش درکت نامزگفته بیجتن وقتی پیغمبر بیجتن وقتی ایکش هوا چوت مزگفته و بلا صلاف کتا پیغمبری و پشتی هنگه بیجت اللهم افتح لی ابواب رحمتک. وقتش مزگفته درد کویجی ده صلاف که پیغمبری و ده بیجی اللهم اینی اسألك من فضلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. به حديث قدسي ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم رب العالمين نقل کرد، بيجت رب العالمين بيجتن هر عملك الصالح يه بني آدم انسان بخوبكتن احتمال انديات ده هي حظ نفساوي تشتكجن، روجي النفيج بتن، زكاة بتن، حج بتن، هر عملك بتن مجال الرياء وسمعته تشتكي بخوبه حصل كتن الدنيا دا مجال هنديت داي إلا روجي تنبتن، چونكو روجي سر كتنا بين إنساني و خديه، فإنه لي وأنا أجزي به. رب العالمين بيجت روجي تنبت روجي يومنا و أزد جزاوي دمه، والصيام جنة وهنديك الروجية وكي پرجانكية چپركية إنسانيت پارزت. دنيا دا روجي إنسانيت پارزتن اش خرابي و گنها و آخرت جدا روجي إنسانيت پارزتن اش آگير جهنمه. چه روجيا فرض بد چه روجيا سنت بتن. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط. وقت ایکش هوا روجه که یه پروژی بتن بلای هشیاری خوب بتن البر خراوستیای بتن چه آخف نت فحشش دبی ندر کبن یه قیش قیجی و قربالقجی و بیتبعت نبتت گل خلکی و دنگ بلند نبتن. فإن سابه أحد أو قاتله حتى هكذا ایک خبر جی بشتوی ایک شروی جی بکد فلیقل إني صائم إني صائم. بلا اوه آخفنا بین تبیر خو بیشت چه بیشتن نفسا خو آن بیشته مقابل خو اسیب روژیمه اسیب روژیمه. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حدیث ایدا خوده سیندت خود از توی که ما یه نفسام دسته دا او بنا نخوش یاجده روژی گیری تیتن النک رب العالمین بقدر ترش باشترین بنا خوش سری عردی کو میسکه آها شوی بینه بقدر تر النک رب العالمین. للصائم فرحتان يفرحهما. مروف روژی گیر دو كيفت هين كيفوي دي دو جارة. إذا أفطر فرح بفطره وقت بتا مغرب روجيا خشت كينتن كيفوي دي تنكو أفا عبادتكش عبادات تمام كرو بجه إنا آنجي وقت بتا عيد رمضان بدو ماهيك تتن دي بتا عيدو دي كيفوي تنكو أفا ركنكش أركانت اسلام پیکینا و سرخورا کرد افصاله دا. و اذا لقی ربه فرح بصومه و کیفاوی دوی اویا وقت برانبری رب العالمین راوستتن اها هینگه ده کیفاوی درستیتن چونکو جزای روژیه و روژ رب العالمین دیدته و خودت زانتن جزایوی کاده چنده مازم بتن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. پیغمبر صلى الله عليه وسلم في حديث آمد كاتب بجدن هر پنج نویش و خطبه حتی خطبه و رمضان حتی رمضان انسان یه بردوام بتل سروان عبادت و طاعت هنه یت روزانه و یت هفتیانه و یت سالانه
انسان یه پیگیر بد به و بردوام بدل سر هندی گناهت انسانی کرین اتناف بین وان عبادات هنه دا همی رب العالمین ده بو غفرینتن بس تو خوش کبائر ده باش گناهت کبائر نگی چونکه هندی که کبائرن او بدوی توبه نه خدان ویتن توبه اش گناهت مازم کرد اما اف گناهت بنوادا ابوان عبادات هنه همی به انسان به حسیت رب العالمین بو همیا غفرینت وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة فأمر صلى الله عليه وسلم بحديث دامت كتن خلق بردوام خير وخوشية دابتن هندي وقت روجيات جرن موعد فتاروات بانگ مغرب داد لذب گن زی روژیاخو بشکنن چونکه اوه سنت پیغمبری صلی الله علیه و سلم گل مغرب بو بانگ مغرب دا انسان تنطع نکد تشدد نکد غلو نکد خوب بگیرد نه بلا دنیا لا طاریب بتم خیر تره اوه نینت شریعتی دا یا درست اوه گل بانگ مغرب دا خلاص انسان خو نگیردن گیرو نکد لذب کد فتارا خوب کدن و اوه نجبر خارنه یا که انسان دید خیر و خوشیه دابد نه آن شکاندنا روژی جبر پیگیریه یب سنت پیغمبری صلی الله علیه و سلم که ملت خلق چند پیگیریه سنت پیغمبری بکن دهند خير خوشية دابن وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم وفق ولاة أمورنا للالتزام بكتابك وسنة نبيك ووفقهم لكل خير وابعدهم عن كل شر اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اجعل بلدنا كردستان بلدا آمنا مطمئنا رخيا رخيصا وسائر بلاد المسلمين